السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اضرب التطبيقات الحديثة اللي تسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه ميك ماي ترايب هوتيلز فلايت اند باص. التطبيق ده مساحته 57 ميجا، محمله اكتر من 100 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص لو انت مسافر، لو انت حابب ان انت تغير جو، لو انت حابب ان انت تطلع رحلة مع عيلتك مع اسرتك مع اصدقائك، حابب ان انت تروح هانيمول مع زوجتك، حابب ان انت تسافر لوحدك حتى. فالتطبيق ده بينفعك ويفيدك جدا. اول حاجة بتقدر ان انت تشوف المكان اللي انت مسافره فين. انت لا بتحدد المكان اللي انت مسافره. بيقدر التطبيق ده يحجز لك تذاكر الطيران لو انت مسافر داخل البلد اللي انت فيها، بيحجز لك المواصلات الداخليه. لو انت مسافر خارج البلد اللي انت فيها، بيحجز لك تذاكر الطيران، بيشوف لك اقرب ميعاد او اقرب وقت، الوقت اللي انت عايزه بيحجز لك فيه تذكرة الطيران. بيعرفك طبعا اسعار تذاكر الطيران كلها بالنسبة لشركات الطيران المختلفة. كمان بيعرفك اسعار الطيران نفسه. يعني بيقول لك في مصر الطيران مثلا في ايكونومي، في فيرست كلاس، في بيزنس كلاس، كل حاجه مثلا بسعرها. بعد كده بيعرفك لما بتخلص من حجز تذكره الطيران ده، لو انت مسافر في بلد تانية غير البلد اللي انت فيها، بيشوف لك الاوتيل اللي انت او الفندق اللي انت هتنزل فيه، بيشوف لك اسعار الفنادق ويجيب لك الفنادق واسعارها وافضل الفنادق وافضل الاسعار بالنسبه لتقييمات العملاء السابقين. بيقدر ان هو يقول لك كل سعر فندق، الفندق التلات نجوم، الفندق الخمس نجوم، الفندق السبع نجوم. كل فندق مميزاته وعيوبه ايه. يعني الفندق مثلا ده بيكون اوبن بوفيه، الفندق ده بيكون فيه مثلا فطار بس، الفندق ده مثلا بيكون فيه جيم وسبا وجاكوزي وحمامات سباحة واكوا بارك. وبالنسبة مثلا للناس اللي هم معاهم اطفال، طبعا كل فندق بيكون على حسب السعر بتاعه. بعد كده بيقدر ان هو يحجز لك سيارة او عربية ان انت تتنقل بيها من مكان لمكان، بحيث ان انت ما تحتاجش ان انت تركب مواصلات او تركب تاكسي. كمان بيقدر ان هو يساعدك في الاماكن ان انت عايز مثلا تروح سافرت بلد حابب ان انت تروح تشوف الاماكن السياحيه اللي فيها، يقدر يقول لك مثلا الاماكن السياحيه في المكان الفلاني. بيجيب لك الخريطه برضو، بيعرفك بحيث انت لو انت معاك العربيه بتاعتك بيعرفك ان انت تروح ازاي. المتاحف، المساجد، المعابد، الحاجات دي كلها بيقدر ان هو يدلك عليها ويعرفها لك، ويعرفك بينك وبينها مسافة قد ايه، ويعرفك تذاكر الدخول بتاعتها اسعارها ايه وكل حاجة عنها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية ولا لغات متعددة كتير. بس كده يعتبر لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزة عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة، اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.